في مقولة كده بتقول الغضبان ما بيحزنش. وممكن أعكسها كمان، الحزين ما بيغضبش. في حالات بتلازمنا على طول كده. ممكن حد يفضل عطلان على طول على طول على طول على طول في الغضب. تمام. وحالة الغضب دي يظن ان هي شعور حقيقي طبيعي، صحي، ليه أسبابه، ليه ولاد الذين اللي مش عاللين الغضب جوايا، وده حقي وده مساحتي، يفضل غضبان على طول غضبان على طول غضبان على طول. مش بنتكلم على الغضب الطبيعي اللي ممكن يطلع من شخص عشان حاسس ان حد جه على حد من حدوده، أذاه أو تعدى على حقوقه. ده رد فعل غريزي فطري جدا، ان انا اغضب واتضايق واعبر عن ده، لان دي مساحتي. بس نفترض ان انا فضلت على طول على طول على طول، يعني غضبان، بصحى غضبان، بنام غضبان، عايز اتخانق مع الناس في الشارع. لو حد بس يعني بصلي بصة مش حلوة ببقى عايز امسكه، يعني ايه، افلقه نصين. في الحالة اللي زي دي بنقدر نقول ان الشخص ده يعني اتجوز الشعور، او يعني ممكن اقول ان هو متمزج بالغضب. وكأن الغضب ده وحالة الفوران بينجح بيها ان هو يخبي حاجة تحت مش عارف يتعامل معاها. حاجة الشعور بيها مؤلم جدا، حاجة الشعور بيها بيلخبط له كيانه. فبالتالي زي كده اللي بيخسروا اموال لازم يعمل ستار من حاجة من بره كده تعرف تعزله تماما عن حقيقة الشعور الأساسي اللي جوه المتعب قوي، اللي بيشك زي الدبوس كده. الدبوس حاجة صعبة، حاجة إن أنا أدي نفسي مساحة أحسها. بحس إن أنا قلبي بيتكسر، بيتقسم نصين، بتعب، شعور قاسي بيكسرني، مقدرش أعيش فيه. بحس إن أنا الإحساس بيه ده هيبقى نهايتي. فبيكون أهون عليا أفضل غضبان عن إن أنا أعترف إن أنا حاسس بالضعف. أهون عليا إن أنا أفضل حزين عن إن أنا أعترف إن أنا حاسس بخوف شديد جدا. المشاعر اللي هي مرتبطة، المشاعر الفطرية الطبيعية اللي لما أخدت مساحتها وإحنا عيل صغيرة، في حد أذانا وعلم علينا ووجعنا، فتعلمنا إن الشعور ده ما ينفعش يبقى ليه مساحة في حياتنا، لأن لما بياخد مساحة بيجي أذى، بيجي وجع، بيجي شعور بالهزيمة والانكسار مؤلم جدا. وبالتالي هنا زي ما بيقولوا the mad does not get sad، لأن الاعتراف بالشعور الأصلي اللي أنا حاسس بيه هيخليني أطلع اللي جوايا اللي أنا كاتمه. ويمكن لو طلعت اللي جوايا الشعور عدى خاف، لأن أنا لو طول حياتي ما جربتش غير إن أنا أعيش في غضب، لو طول حياتي ما جربتش غير إن أنا أعيش في حزن، ببقى خايف قوي من إن أنا أدي الشعور مساحة فياخد مساحته يروح، وألاقي نفسي في وش الحياة وجها لوجه، فما يبقاش عندي مبرر خالص أعرف ألعب بيه يخلي العطلة بتاعتي مبررة. The mad does not get sad.
خلينا نخش على سؤال النهاردة. سؤال حلو بصراحة. السؤال بيقول: انا مش عارف انا بكتب المسج دي ليه، ومش عارف انت هتشوفها ولا لا، بس هي الدنيا بقالها كتير اوي واقفة، كل حاجة مكملة عادي، بس انا في نفس المكان كل يوم شبه اللي قبله، مش قادر اشتغل ولا انزل مع صحابي ولا ارد على حد، حتى هما اتعودوا على عدم وجودي. معرفش ليه الدنيا عطلت فجأة، مفيش حدث حصل جديد ولا حتى الماضي مش فاكر، مش متذكر احداث مضايقاني اصلا. انا فجأة كل حاجة بقت تقيلة عليا، ابسط الحاجات في اليوم بقت متعبة. عندي احساس ان انا منعزل شعوريا عن العالم، لا في حاجة بتبسطني ولا حاجة بتزعلني، حتى لما بسأل نفسي ايه ممكن يحصل يخليني احسن، مش لاقي رد. الحياة واقفة، اليوم مفيهوش اي حاجة اكبر. حاجة بعملها في اليوم ان انا بقوم اصلي، غير كده أنا ممكن اقعد بالساعات على السرير مبفكرش في حاجة وما اعملش حاجة. فجأة الحياة عطلت. قبل شهور كانت ماشية عادي، وكنت بشتغل وبخرج بروح الجيم وبنجز حاجات كتير في اليوم. فجأة من شهور الدنيا وقفت، قلت فترة هتعدي، بس كل يوم بغرز اكتر، واللي مجنني ان مفيش سبب. قصدك مفيش سبب انت شايفه يستاهل، وفي فرق ما بين الجملتين. انا مش باعت لاني منتظر انك تقولي حل، بس يمكن يكون قبلك حاجة شبه كده، او عندك تفسير. هو ممكن الانسان يعطل فجأة من غير سبب، لان انا مش فاهم، انا فعلا هتجنن. يا صديقي، انا السبب الوحيد اللي بيخليني اسجل بودكاست ده هو ان الحاجات دي انا عشتها وبعيشها. انا مش الحلقات ما بتجيش من ان انا بطلع على كتب يعني، وبحس ان انا عندي ثيريز وحاجات اقدر اقولها للناس وارجعها في وشهم في بودكاست وانا مش حاسس باي حاجه بقولها. بص، انا فاهمك فوق ما تتخيل. اكتر شعور اكتر شعور كل السلوكيات اللي احنا بنعملها، كل الكوبينج مودز بتاعتنا، طرق التكيف بتاعتنا بتغطي عليه. اكتر شعور صعب انك تديله مساحة، واكتر شعور لما بتسمح للحياة تحصل بيبقى ملازمك 24 ساعة، لان الحياة دايما فيها مجهول، وربنا سبحانه وتعالى هو بس اللي عارف بكرة هيحصل ايه، واحنا ناس غلابة منعرفش الغيب، وصعب علينا التسليم في كل الحالات عشان احنا ناس مضطربة. فاكتر شعور صعب وتقيل وبيحسس الواحد ان قلبه وزنه 20 كيلو هو شعور الخوف. احنا عيل صغيرة لما الامان بتاعنا انتهك. عدم الامان، احساس عدم الامان ان انا اللي كنت مطمن له اذاني، واللي كنت في معيته ورعايته وبعيش سني وطفولتي وبهزر واضحك وجعني. دي اكتر حاجة في الدنيا تجيب خوف من الحياة. خوف من ان انا اترفض تاني، اتوجع تاني، اتهجر تاني، يتحكم عليا تاني، فعيش دايما في خوف. عندي جهاز عصبي متأهب، خايف، متربص. الحاضر والماضي خط واحد، مفيش فرق ما بينهم. فالحاضر بتاعك هو دايما غرقان بمشاعر الماضي، عامل زي اللي كان في حرب وانتهت الحرب، بس هو لسه كل يوم أبسط صوت بيسمعه بيفكروا بأصوات قنابل وأصوات ناس بتموت ومسدسات بتتضرب وأسلحة و شعور الخوف شعور سهل جدا ان هو يعدي وما يبقاش مدركين وجوده، لان احنا ما تربيناش على اننا نعترف ان طبيعي حاجات بسيطة قوي ممكن تخوف. فبالتالي احيان كتير جدا بننكر وجود الشعور اللي تراكمه وتفاقمه هو اللي تسبب
في الفريزنج او التجمد، لان احنا اصلا شايفين ان اللي حصل ده ما يجيبش خوف. بس هو الحقيقة ان ابسط الحاجات فيهم بتجيب خوف. من انك تفتح الاسانسير فيبقى في حد واقف وراك فتقول له صباح الخير، فما يقولكش صباح الخير، فتقرر ان انت تتخيل السيناريو في دماغك بس ما تطلعش كلمة من بقك. من انك كان في ريسك نفسك تاخده بس خايف من الفشل وخايف من طريقة ادائك وخايف من يقول حاجة فتفكر فيه بس تقرر انك ما تاخدش الريسك. من الحاجات كتير قوي اللي بنرسم لها سيناريوهات في دماغنا وبنتخيل الناس بتكلمنا وناس بنضربها وناس بتتخانق معانا وبنتخانق احنا معاها وبنعلم عليها، بس ما نقدرش نعمل ده في الحقيقة عشان خايفين من اللي ممكن يحصل. احنا صديقي كناس عندها تروماز او صدمات نفسية بنعشق جدا السيطرة والمألوف حتى لو مشوه ومؤذي، بس على الأقل مفيش احتمالية انه يجيب أذى غير متوقع. فتأكد انك معطلتش من غير سبب. دايما لما يجي اوقات عليا الاقي نفسي غرقان في سيناريوهات ولا عايز اعمل ده وعايز اعمل ده وعايز اعمل ده وعايز اعمل ده، وبفكر في حاجات كتير وعايز افتح وعايز ابتدي حاجات كتير وعايز زيادة عايز زيادة عايز زيادة عايز زيادة عايز زيادة عايز زيادة، رغم ان حياتي فيها حاجات كويسة، رغم ان انا عندي شغل، عندي اسرة، وعندي حاجات نعم كتير من ربنا. بس لما بيسيطر عليا خوف ان اللي بعمله مبقاش كفاية، لما بيسيطر عليا خوف ان اللي بعمله يبقى انا كده شخص عادي وممل، الشعور ده عشان اهرب منه عقلي بيخش في حاجة اسمها فيكسيشنز او بيصب تركيزه على صورة من بره بظن فيها ان تحقيقها هيوعدني بالراحة اللي انا مش لاقيها بسبب اضطراب المشاعر جوايا. ودايما الواحد اتعود بعد سنين من المحاولة بدون جدوى ان التطفيع على الشعور او تجاهله او تشتيته ما بيخلوش يروح، بالعكس بيكبره ويخليه يتفاقم لحد ما بينفجر. فاللي حصل لك ده انفجار، جسمك في حالة تشنج رهيبة بسبب تراكم قدر كبير من المخاوف اللي في الأغلب ما جاتش من موقف واحد ضرب لك الخوف، هي جات من 20 30 40 50 60 70 موقف كلهم رسبوا نقطتين في الكوباية. نقطتين في 70 يعني 140 نقطة. 140 نقطة رغم ان هما نقط صغيرة بس في الاخر هيعملوا شوية مية فوقيهم 140 تاني تالت رابع. نقطة المية اللي انت استهيفتها وقلت ايه المشكلة فيها، ايه المشكلة في وجودها، مالت لك الكوباية. دايما كنا بنتعلم في الجروب ثيرابي ان احسن حاجة في التعامل مع الشعور هو في اول ما الشعور يبتدي ياخد مساحة جواك. عشان كده الاشخاص اللي عندها تناغم مع مشاعرها ما بتوصلش لحالة التفاقم والانفجار، لانه بيدي مشاعره مساحة من اول قدر ليها في التواجد جواه. انت يا عم زعلتني، انا ما بكتمش، بقول ايه يا عم انت ايه اللي انت عملت ده، مش بفضل اكتم وفجأة اجي في وشك في موقف انفجر رغم انك عملت حاجة بسيطة، بس انا عديت لك 60 موقف صغيرين وانا اللي مختار عشان كنت خايف على زعلك. فكانت في الموقف 61 ففرقعت في وشك وطلعت لك مطاوي وعملت فيك جناية. الناس كلها قالت عليا مجنون وقالت هو اكيد مفيش حاجة حصلت تستاهل ده، بس الحقيقي ان 60 موقف صغير بمقام موقف واحد كبير.
فانت في حالة تجمد، وخليك على ثقة ان we never freeze unless we are in a very severe state of fear. احنا عمرنا ما بنتجمد الا وفي قدر مرعب من الخوف اجتاحنا. المخاوف العميقة هي اللي مرتبطة بهويتنا وقيمتنا ولازمتنا في العالم. خايف اكون مش كفاية، خايف افشل، خايف اترفض. انت مختار، انت واقع في حاجة اسمها selective perception او ادراك انتقائي. انت مش شايف ان في حاجة تستاهل لانك بتشوف بعين اعتقادك، واعتقادك بيقول المشاعر البسيطة تافهة وما تسببش مشاكل. فانت بتكلمني من منظور عدسة انا اصلا مش واثق فيها. انت بتكلمني من منظور عدسة خضرة فمخضرة الدنيا كلها، وبتقولي مفيش حد لابس اللون اللي انت بتدور عليه، كله لابس اخضر. فين يا عم الاصفر اللي انت بتقول عليه؟ حبيبي انت لابس عدسة خضرة فمش هتشوف الا الاخضر. احيانا بتبقى اكتر حاجة بترعبنا وبتموتنا هو ان حياتنا ماشية كويس. منساش ان اكتر الاوقات اللي فيها بحس ان انا مخنوق ومتضايق هي لما النبوءة ما بتبقاش متحققة. انا عايش طول حياتي مصدق ان انا قليل، وان انا هفشل، وان ماليش في المحاولة، وان كده كده مش هوصل لحاجة. فاتجرأ واتخلى عن اعتقاد واحدة واحدة وادوس في الحياة، والاقي كرم ربنا كبير، نجاح ورا نجاح، فشاخة ورا فشاخة، وقاعد قاعد قاعد. فحس برعب، احس بهلع، كأن في صوت جوايا صاحب يقول يا نهار اسود، يعني اللي احنا بقالنا سنين مصدقين بيه طلع غلط. لا لا، ده ريسك كبير قوي ان احنا نختم ونمضي على ان الاعتقاد ده ملوش لازمة. لا، تعالى نرجع نتشبث في الخوف ونعقد الامور، لان البساطة مرعبة. مش يمكن يكون الخازوق لسه جاي بس انت مش شايفه. طب بقولك ايه، تعالى نجيبه لنفسنا بدل ما يجي بدون توقع والوجع يبقى وجعين. مخاوفنا لو بنبصلها بعدسة المنطقي واللي ينفع واللي ما ينفعش، عمرنا ما هنعرف نديها مساحة، لأن المخاوف نسبية جدا. أنا اللي يرعبني ويقلب كياني ويخليني برتعد ممكن بالنسبة لك يبقى ولا حاجة، حسب تجاربك، حسب ايه اللي أذاك زمان، حسب ايه اللي متخزن عندك في ذكرياتك. عشان كده لما أكون بكلم حد من صحابي بقدر جدا اللي هو مر بيه وبديله مساحة يتكلم، حتى لو تجاربه ملهاش علاقة بتجاربي، حتى لو اللي بالنسبة له صعب بالنسبة لي هين. ده مش مقياس. العالم بتاعنا محكوم بمخنا، ومخنا عامل اقترانات شرطية، والاقترانات الشرطية مرتبطة باللي مرينا بيه. إذن كل واحد عالمه داخلي مش خارجي. إذن ما ينفعش أقول اللي بيخوفني مش مخيف. أنا ليا الحق إن اللي يخوفني يبقى بالنسبة لي مخيف. بنتعلم في الثيرابي إن كل المشاعر فالid، ليا حق أحس بأي شعور، ولكن مع شغلي على نفسي بفهم الشعور ده جاي منين. جاي من توقعات، جاي منين. فلما افهم الشعور جاي منين ممكن يبقى عندي سهولة اكتر في التخلي، لان انا فهمت ان هو جاي من تجربة مؤلمة ماضية. انا دلوقتي بقيت old enough او mature enough ان انا اعرف ما خلاش تتكرر تاني. الشخص
اللي بيقوم يعمل بيدمر كل حاجة أو بيسيب كل حاجة وما يعملش حاجة بأن هو يقوم يصلي، هو في الحقيقة انت مش بتقوم تصلي عشان ربنا، انت بتقوم تصلي عشان نفس السبب اللي مخليك قاعد على السرير، وهو كبرك. انت شايف انك شخص فاشل، وبالتالي انت بتبعد عن اي حاجة. انت قررت تتجمد وتقعد في السرير وتبعد عن اي حاجة ممكن تثير جواك الخوف، من كتر ما انت بقالك فترة كده من الخوف، فامتنعت عن الحياة. على فكرة انا بيحصل لي كده ساعات، في ايام بقى مش عايز اقوم من السرير. في الفترة اللي فاتت كان عندي مشاكل في الشغل ولا زالت موجودة، ومن كتر المشاعر ما كانت صعبة جوايا دخلت في نص، كان الكلام ده في اخر رمضان، اتغطيت ونمت. انا واعي ان انا اتغطيت ونمت مش عشان انا عايز انام، عشان انا عايز اتجمد، عشان انا خايف لدرجة ان انا عايز ابطل اعمل اي فعل، لان انا مش عارف بكرة في ايه. المجهول تعبني وحسيت ان الفشل كده كده حتمي، عايز اتجمد. يمكن التجمد يعفيني من حتمية اختبار الشعور ده، لان انا مش عارف استحمله. فانت صديقي بتصلي عشان انت شايف ان من غير الصلاة دي ربنا هيعذبك، عشان انت شايف ان كده كده يعني ايه، لازم اقوم اصلي، ما ينفعش ازاي انا مصليش. رغم ان الموضوع ممكن يبان يعني opposite او متضاد، بس هو لا. انت لو شايف نفسك حلو كنت هتصلي وتعيش، لكن صدقني بتصلي ومش عايش في خلل. انت شايف نفسك وحش، انت شايف نفسك وحش. في ناس لما بتشوف نفسها وحش بيجي معاها بعدم صلاة، مش فارقة. وفي ناس لما بتشوف نفسها وحش ده بيجرها البرفكشنزم اكتر وصلاة اكتر، لان هي بتقول لا، ما يمكن بس عشان ما يدخلنيش النار. وانا طبعا انت فاهم كويس ان انا زيك بصلي ومؤمن ان هي ركن من اركان الاسلام. انا بكلمك على الجانب السايكولوجيكال، ما بكلمكش على الصلاة كركن. فانت لابس عدسة خضراء وشايف الحياة كلها اخضر وبتقولي هتجنن. انت عارف كلامك ده ممكن يترجم بشكل مختلف، ممكن كأنك بتقول بغضب وتشنج ايه اللي حصل، ايه اللي حصل يستدعي كل ده، وكأنك بتقول مفيش شعور وجود ومقبول يعمل فيا كده، انا ضعيف وسيء عشان الخوف عمل فيا كده، عشان انا وحش. لا، ده بني ادم، والبني ادمين بتخاف. واحنا ليه محتاجين اله؟ ليه محتاجين صلة حقيقية؟ يعني مش اسقاط من رمز السلطة على ربنا ونعبده عشان خايفين، عشان بس يبقى شكلنا حلو قدام نفسنا. لا، صلة بجد. ليه؟ لان الحياة من غير توكل ومن غير تصديق في قوة عظمى تخلي القلب عايش مضطرب. احنا vulnerable creatures، احنا كائنات هشة. شوية جو حر يخلونا نجري ونقعد في التكييف، شوية ريح قوية كلنا نقعد في بيوتنا ونبقى قلقانين ومتوترين، شوية كونتنت من الالجوريزم بتزقه في وشنا بيجيلنا بانيك وديبريشن. ادميتك اللي ربنا فطرك عليها يعني، ولا انا ولا انت مختارين. انا لو عليا وخيروني ان انت choose your own يعني ميك اب او تكوينك، كنت هبقى ليا اقول، بس انا ماليش قول في تكويني، هو ربنا يعني ارادته نافذة. انا عبد، يعني انا
انا خاضع لإرادة ربنا. انا ماليش، ما اقدرش اعدل في السايكولوجيكال ميك اب بتاعي. ما اقدرش اختار ان ما اخافش. ما اقدرش. بالله عليك، بالله عليك، ادي نفسك الحق انك تخاف. ده ما بيعيبكش ولا بيغير ولا ليه اي معنى. حصل لك حاجة زي قبل كده؟ ياه، حصل لي زي ما بيحصل لك كتير يا صديقي، كتير. سنين سنين متجمد في مكاني بسبب الخوف. سنين بروح اجري على حاجات عشان بس يمكن اخد منها قيمة، عشان كده كده ما انا ماليش قيمة يعني. شعور الخوف، ويمكن الفترة دي بالذات ربنا مقدر ليا ان انا اخده بجرعات تقيلة جدا جدا، لدرجة ان انا ساعات بحس ان هو جالي هبوط من كتر الخوف. حس ان انا هيغمى عليا او الدماغ خفت من كتر. عندي قدر عالي من الخوف عشان في قرارات معينة او حاجات معينة انا واخدها فيها ريسك، مخلياني ماشي على حبل رفيع. بس هقولك حاجة بأمانة ما بيني وما بينك يعني، أنا حاسس إن أنا عايش، حاسس إن أنا بني آدم. أنا حاسس إن أنا عايش، بخاف، بنبسط، بهيبر، بحزن، بتعلق بالأمل، ببتسم شوية، بحب، بتخنق. أنا عايش. ومش هنكر وهعترف لك إن الخوف التعامل معاه مش سهل. مقاومته مميتة، لأنك بتقاوم قوة الحياة نفسها. مقاومته تخسرك، الاعتراف بيه يخليك تشوف هو جاي منين ويحررك ويخليك قابل نفسك لأنك بني آدم. مش هقولك بقى بص على صدماتك وده جاي منين. ترى بتسمع البودكاست عرفت ان انا اتكلمت في ده بدل المرة 100,000. يمكن قلت ده بدل، قلته بأشكال مختلفة كتير، بس هي دي الرسالة الأساسية في التعافي. هقولك حاجة، التعافي والرجوع للفطرة، والفطرة هي المشاعر. دماغي تهدى، قلبي يحس. افتكر دايما الجملة دي، الدماغ تهدى والشعور يتحس بيه. وفي مشاعر معينة بتعصر القلب، صعبة، ولو عندك سلوكيات إدمانية أول ما تحس بالشعور هيبقى كيو أو محفز للجري على المسكن بتاعك. عشان كده عملية الإحساس، عملية أو التلائم أو التواصل مع المشاعر، وإنك تتجرأ إنك تدي نفسك مساحة تحس وتخاف وتضطرب، بتجيب الهداوة واحدة واحدة. يمكن أنا النهاردة بعرف أتعامل مع جرعات تقيلة جدا من الخوف، جرعات تقيلة جدا من التوتر، جرعات تقيلة جدا. يا راجل، ده أنا عندي كمية مخاوف مخليني عايز أرجع من كتر ما هي قلبالي بطني. ومش بقولك كده جدعانة ولا روشانة ولا أنا بتمنظر، أنا بشاركك باللي جوايا. أنا خايف. ما بيني كنت قاعد مع واحد صاحبي من أسبوعين كده، كنت عنده بيت عنده، كنا في رمضان وكنا في عز في صلاة الفجر، كنا قريبين من الفجر، كنت أنا صاحبي عشان أصلي الفجر. المهم يعني الراجل كان بيشارك من جواه قوي، انا بشارك من جواي قوي، كلام قعد يجيب بعضه يجيب بعضه يجيب بعضه، لحد ما قلت حاجة دفينة دفينة تحت تحت خالص. قلت له انا خايف ربنا يغضب بيا.
انا خايف اطمن لربنا في يوم من الايام يقول لي اطمئنانك ما كانش في محله، تعالى تعالى انا هأذيك زي ما انت اطمنت لهم واذوك، انا كمان هعمل فيك كده. ولما قلت الجملة دي ياه، شفت حاجة انا كنتش واخد بالي منها خالص. انا مش بعرف اثق في ربنا بسهولة. قول لي ازاي؟ والعقيدة قول اللي تقوله، انا بقول لك الحقيقة. انا بخاف اثق في ربنا. وليه خايف اثق في ربنا؟ مش عشان ربنا سبحانه وتعالى، عشان انا عامل اسقاط على الخوف اللي انا حسيته لما طمنت الناس زيي وجعوني. فخالط تجاربي مع البشر بعلاقتي بربنا سبحانه وتعالى. وسنين التعافي مش شفيع ان انا مش هعمل اسقاط. اللي يفتكر ان التعافي معناه انك بتوصل لنقطة كل حاجة محطوطة في محلها وكل شعور صح وما بتلخبطش الدنيا، يبقى انت كده فاهم غلط. صدقني فاهم غلط. لو انت فاكر ان التعافي هي نقطة بتوصل لها بتبطل تغلط، بتبطل تبقى بني آدم، يبقى انت مش. اذا كان التعافي هدفه يرجعك تبقى بني آدم، هو البني آدم الحقيقي بيعمل ايه؟ بيغلط كتير، بينسى، بيقع وبيقوم، بيتعصب، بيعفو، بيقرب شوية، بيبعد شوية، بيفتكر حاجات بتساعده وبينسى الحاجات اللي بتساعده. بني آدم عايش في زمن وعايش في بيئة وعايش وسط مجتمع معين هيأثروا فيه، سواء هو معترف بده ولا لأ هيأثروا فيه. لأن البني آدم احنا بيتقال علينا we are a teachable species، يعني احنا كائنات قابلة. اكتر حد قابل للتعلم هو الهيومن بينج، الانسان. عندنا قدرة على اكتساب المعرفة ونتطور، واحتياجنا للتطور مرتبط بان الحياة خدها محتاج تطور عالي. احنا مش دوماستيك كات، مش قطة قاعدة في البيت بتلاقي. احنا بنخوض الحياة وبنروح وتجارب. ده معناه ان حتمية الحياة تتضمن حتمية الخطأ. فانت خايف من حاجات، في حاجات منها هتحصل فعلا وفي حاجات منها مش هتحصل. قدر ربنا لطيف. اشهد على ده لحد اللحظة بكلمك فيها. هتقولي يا عمي اللي انت بتقوله ده ان انت قلقان ان قدر ربنا الجاي ما يبقاش لطيف. هقولك ده اللي في قلبي. بجتهد ان انا ارمي في وسطه ايمان وحسن ظن، وبيغلبني احيان كتير الحمد لله. حسن الظن بالله بيغلب احيان كتير، واحيانا ما بيغلبش وخوفي بيغلب. وبقرر استخدم دماغي والاوفر ثينكينج عشان انعزل عن مشاعر الخوف اللي انا مش عارف اسلمها لربنا. فانت مش لوحدك، انا برضو بنكر مخاوفي ساعات، بس عشان انا عارف ان فاتورة انكار المخاوف وتراكمها مرعبة. اول ما بلقط نفسي بقاوم مخاوفي برفع الرايل بتاع على طول. يا راجل ده انا متجوز وعندي عيلين وعندي الشركة وعندي هم ما يتلم. انا لو قاومت وانت فاهم انا هقول ايه، هي كلمة ملهاش مرادف بس انا مش هقولها.
في البودكاست. انا لو قاومت انت فاهم. فتعالى كده، تعالى في حضن عمو. تمام. وبقول لك يا باشا، انت بني ادم، خاف، خاف، اقلق، اعترف بده. هتشيل من على قلبك طوبة كبيرة سيلف انفليكتد، ملهاش اي ستين لازمة، ملهاش اي 60 لازمة. ثواني، خليك معايا. ايه، خليك معايا دي معايا. كل لما ندفن الشعور اكتر تحت، كل لما عزلتنا بتزيد في حالة كده ديتاتشمنت، لان احنا نزلنا الشعور لدرجة عالية قوي، لدرجة ان انت محتاج تتكلم كتير قوي لحد ما المشاعر ترجع تطفو على السطح تاني. كل ما الطوبة تبقى اتقل وترميها في قاع البحر، ترميها في البحر، كل ما بتغوص للقاع اسرع. ليه؟ لانها تقيلة. فالجرافيتي فورس او جاذبية بتنزلها تحت. الخوف لما بيكون تقيل وصعب، قوة الجاذبية بتاعتنا بتنزله تحت. الدفن، الدفن، الدفن تحت، الدفن في القاع المظلم اللي محدش شايفه. ربنا يعينك على التحلي بالشجاعة انك تعترف باللي انت حاسس بيه. وافتكر ان العدسة لو خضرا ده مش معناه ان العالم كله اخضر، المشكلة بس في البرسبشن او الادراك. ده اللي عندي.